السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي مع بعض قضية مهمة جدا، وهي أبشع جريمة خيانة وخلط أنساب. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير، ويلا بينا نبدأ. بالتحديد في سنة 1996 في محافظة طنطا كان في بنت اسمها أمال. البنت دي كانت أكبر إخواتها وليها أخين توأم أصغر منها. كانت عايشة مع أمها وأبوها حياة بسيطة، والكل كان بيحلف بأدبها وأخلاقها. أمال بعد ما خلصت امتحانات الثانوية العامة اتقدم لها شاب اسمه سعيد أكبر منها ب15 سنة، وكان ليه أخ أصغر منه ب10 سنين. سعيد كان شاب محترم جدا، وكان بيشتغل محاسب في شركة كبيرة، وظروفه المادية كانت كويسة جدا. سعيد لما اتقدم لأمال أهلها وافقوا على طول طبعا، لأن زي ما قلنا كان فيه كل المواصفات اللي أي بنت تتمناها. سعيد كان دايما بيشجع أمال وبيديها دافع إن هي تكمل تعليمها علشان حياتهم في المستقبل. وفعلا أمال بتجيب مجموع في الثانوي وبتدخل كلية الآداب. بس في الوقت ده سعيد بيجيله عقد عمل في الكويت في فترة الخطوبة بأمال، وطبعا كانت فرصة بالنسبة له، وطلب ساعتها من والد أمال إن هو يتمم الزواج بسرعة وياخدها ويسافر. لكن والدها رفض علشان كان لسه عندها امتحانات آخر الترم، وقال له سافر انت وهي هتحصلك بعد الامتحانات. وفعلا سافر سعيد، وبعد فترة أمال خلصت الدراسة أو خلصت الترم بتاعها، وساعتها بينزل سعيد علشان ياخد أمال ويسافروا. لكن أمال وسعيد اتفقوا إن هي هتأجل الدراسة لمدة 2 سنين، وعاشوا مع بعض 2 سنين في قمة سعادتهم. وبعد 2 سنين أمال بتطلب من سعيد إن هي عايزة تنزل مصر عشان تكمل دراستها، وخصوصا إن ما كانش لسه في أطفال. سعيد بيوافق لأنه ما كانش بيرفض أي طلب لأمال، وكان بيحبها جدا. وأول ما نزلوا مصر طلبت منه إن هو يجيب شقة في مكان تاني يكون أحسن، وطبعا وافق سعيد على طلب أمال وجاب شقة في أحسن مكان في طنطا. وبعد ما خلصت فترة الأجازة سعيد بيرجع شغله، وأمال بتفضل موجودة في طنطا علشان تكمل دراستها. وفي الوقت ده والدة أمال بتقول لها انتوا متجوزين بقالكوا 2 سنين ومفيش أطفال، ولازم تروحي للدكتورة تكشفي. وفعلا أمال بتسمع كلام والدتها وبتروح تعمل تحاليل وبتكشف، والدكتورة ساعتها بتطمنها وبتقول لها ان هي ما عندهاش اي مشكلة، وان لازم جوزها يكشف. وبعد مرور 1 سنة بينزل سعيد الأجازة بتاعته وبيقعد في شقة العيلة في بيت والده، لأن شقته كانت لسه ما اتفرشتش، وخصوصا ان ما كانش فيه حد موجود في البيت غير أخوه، ومعظم الوقت بره البيت لأن والدته ووالده كانوا متوفيين. أمال في يوم بتطلب من سعيد ان هو يروح يكشف ويعمل التحاليل زي ما الدكتورة طلبت، وفعلا بيروح سعيد يعمل التحاليل. ولكن يوم ظهور النتيجة بيتعب سعيد تعب شديد وما بيقدرش يروح يجيب النتيجة. تروح أمال علشان تجيب نتيجة التحاليل، وبتعرف ان سعيد عنده مشاكل في الخلفة وصعب انه يخلف. وساعتها طلبت أمال من الدكتورة ان الموضوع ده يفضل سر بينهم، علشان جوزها حساس جدا واكيد الموضوع ده هيضايقه. ورجعت أمال للبيت وفهمته ان كل حاجة تمام والموضوع مجرد وقت. وبتخلص أجازة سعيد وبيسافر، وبتفضل أمال عند أهلها. سعيد قبل ما يسافر طلب من أخوه إن هو يساعد أمال في أي حاجة تحتاجها، وخصوصا في تشطيبات الشقة وفرشها. وفي الوقت ده بدأت تحس أمال إن حياتها مهددة مع سعيد بالفشل، وإنها لازم تأمن نفسها، وبدأت طلباتها تزيد وعلى طول تطلب ذهب وفلوس وهدوم كتير جدا. بس سعيد ما كانش بيرفض لها أي طلب، لأن زي ما قلنا إنه كان بيحبها جدا. وبدأت تنزل أمال هي وعادل أخو سعيد علشان يجيبوا طلبات الشقة، وفعلا فرشت الشقة من أفخم وأغلى المفروشات. وطبعا أمال كانت مهتمة بنفسها جدا، من لبس وميك اب وذهب. وبدأت تحس بأنوثتها بعد ما كانت عايشة في بيت أهلها حياة بسيطة. وفي يوم عادل اتخانق مع صاحب معرض موبيليا لأنه كان طريقة كلامه لأمال مش مظبوطة، وعادل كان بيغير على أمال جدا. ومن هنا بدأت أمال تحس بمشاعر غريبة اتجاه عادل. وفي يوم عادل اعترف لأمال بحبه، وساعتها أمال ما اعترضتش على كلامه،
زي ما يكون كانت مستنية اللحظة دي. وفي يوم أمال وعادل كانوا في الشقة بيودوا حاجات، وحصل بينهم علاقة غير شرعية، وفضلوا على الحال ده سنة كاملة لحد ما نزل سعيد الأجازة بتاعته، وبتقضي أمال وسعيد الأجازة زيهم زي أي زوجين. وبعد سفر سعيد بشهر أمال بتحس بأعراض غريبة، وبتروح تكشف وتتفاجئ إن هي حامل، والدكتورة ساعتها بتقول لها إن حملها ده يعتبر معجزة بالنسبة لحالة زوجها. وأمال ساعتها بتتأكد إن الحمل ده من عادل، وبتتصل بيه وبتطلب منه إنه هي تقابله. وبعد كلام كتير دار ما بين أمال وعادل، فكرت إن هي تتخلص من الحمل، لكن عادل رفض وقال لها تخلي الحمل يكمل على أساس إن هو ابن سعيد. وبتوافق أمال على كلام عادل لأن هي كمان كان نفسها تبقى أم. وبتتصل أمال بسعيد وتعرفه إن هي حامل، وبيفرح جدا. اكتمال فترة الحمل بينزل سعيد أجازة يوم الولادة بالتحديد علشان يحضر ولادة ابنه، وبيكون فرحان جدا، وبيقضي الأجازة مع ابنه ومع مراته. وبتخلص أجازة سعيد وبيسافر، وكانت أصعب مرة يسافر فيها بسبب إن هو كان هيسيب ابنه وكان متعلق بيه جدا. لكن أمال قررت إن هي ما تحرمش عادل من ابنه. وبعد سفر سعيد بتستمر علاقتها هي وعادل، وبترجع أقوى من الأول، وبيبقى عادل مسؤول مسؤولية كاملة عن ابن أخوه بحكم سفر أخوه، وبيفضل الوضع ده مستمر لمدة 3 سنين. وفي يوم 15/1/2004 أمال بتلاقي تليفونها بيرن من رقم دولي غريب، ولما بترد بتلاقي صاحب جوزها بيبلغها بموت جوزها بهبوط حاد في الدورة الدموية. وساعتها سافرت أمال هي وعادل لاستلام جثمان جوزها ودفنه في مقابر العيلة. أمال ورثت بعد كده هي وابنها مبلغ كبير جدا، وفي الوقت ده بدأ عادل يظهر على حقيقته ويطلب بحقه في الفلوس. وأمال قالت له ده حقي وحق ابني، وساعتها طبعا قال لها انت نسيتي ان هو ابني انا كمان، وانه لولاه كان زماني الوارث الوحيد لاخويا وانتي تاخدي الربع بس. ومن هنا بدأت الخلافات بين عادل وأمال، وبدأ يهددها انها لو ما اديتهوش حقه هيفضحها وهيقول ان الولد ده ابنه، كمان هيطالب بتحليل DNA. وبدأت أمال تثبت عادل وترجع علاقتهم تاني، وتقوله ان هي ملهاش حق تتصرف في اي فلوس لانها تحولت كل الفلوس للمجلس الحزبي. بس ساعتها عادل بيقول لها بيع الذهب بتاعك واديني حقي. أمال حست ان هي مفيش اي امل قدامها ولا اي حل غير ان هي تتخلص من عادل. اتعرفت على شاب اسمه كريم كان شغال عامل ديليفري في محل اكل. اتفاجئت بعامل الدليفري بيخبط عليها وبيطلب منها فلوس سلف علشان اخته في المستشفى على حد كلامه، بس شكله كان بيقول ان هو كذاب وانه عايز الفلوس دي علشان بيتعاطى المخدرات. وفعلا امال بتديله جزء من الفلوس وبتقوله يعدي عليها تاني يوم ياخد باقي المبلغ. وبدأ كريم يتجرأ ويطلب منها فلوس باستمرار على اساس ان اخته تعبانة، لكن أمال كانت بتدي كريم الفلوس وهي عارفة ان هو كذاب، بس كانت بتخطط وبتدبر لحاجة تانية. وفي يوم عادل راح علشان يطلب فلوس من أمال، وساعتها بتقترح عليه وبتقوله ايه رأيك يكون معاك 50,000 جنيه؟ قال لها يا ريت، بس ازاي؟ قالت له تقتل شخص مقابل 50,000 جنيه. كريم في الأول كان خايف لكن وافق على طلبها. وبالتحديد يوم 12/1/2005 أمال بتتصل بعادل وبتقوله ان هي بتجيب اكل من مطعم اكله حلو جدا وهتطلب له معاها. وفعلا بتتصل بكريم وبتقوله ينفذ. وبعد ساعة بيخبط كريم على الباب وبيفتح عادل الباب وبياخد الاوردر وبيسيب الباب مفتوح علشان يدخل يجيب الفلوس. وعلى طول بيدخل كريم هو وصاحبه ويخلصوا على عادل ويسرقوا اللابتوب والموبايل ويبهدلوا الشقة علشان يبان ان الهدف كان السرقة. وبياخدوا الاوردر وبينزلوا جري. وساعتها كريم بيطلب من أمال ضعف المبلغ علشان صاحبه، وبتدفع أمال الفلوس خوفا من ان كريم يفضحها. وفي نفس يوم الجريمة جار عادل بيلاقي باب الشقة مفتوح وعادل مرمي على الأرض ميت. ولما بيبلغ الشرطة وبتوصل بيلاقوا فاتورة أكل وقع على الأرض فيها اسم المحل اللي بعت الأوردر. ولما بيتصلوا بالمحل بيعرفوا مين هو اللي بعت الأوردر. ولما استجوبوا كريم أنكر معرفته بالجريمة،
لكن وكيل النيابة كان شاكك فيه لأن كان واضح جدا عليه الارتباك، لكن ما كانش فيه أي دليل ضده. ووكيل النيابة لاحظ إن كريم بيتعاطى المخدرات، فأمر بحبسه 4 أيام على ذمة القضية علشان كريم يبدأ ينهار بسبب عدم تعاطيه المواد المخدرة، وساعتها هيبقى سهل جدا إن هو يعترف بأي تفاصيل. وفعلا بيبدأ كريم ينهار ويعترف بقتل عادل. ولما المباحث بتفتش شقة عادل بيلاقوا موبايل عليه رسائل تهديد كان بيبعتها عادل لأمال، وبيتم القبض على أمال وبتعترف بكل تفاصيل الجريمة أيضا. وتم الحكم على كريم وصديقه بالإعدام، وعلى أمال بالسجن 15 سنة. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.